هم يتاجرون في الخفاء والدولة تضرب في صمت. مخدرات، مؤثرات عقلية، شبكات إجرامية، هنا نعرض ما يفضل الآخرون إخفاءه عنك. مرحبا بكم في نيوز أوف ألجيريا 360. ابقوا معنا حتى النهاية واشتركوا بالقناة حتى لا يفوتكم جديد أخبار الجزائر. ضربة أمنية بوهران وتبسة عندما تضرب الدولة قلب الشبكات. هناك صور تتحدث دون كلمة، صور خام صامتة لكنها ثقيلة بالمعنى. طاولة مفروشة أرضا، صناديق مكدسة، كبسولات مصطفة بالمئات بالآلاف، وخلفها ظلال لأشخاص بالزي الرسمي واقفون باستقامة، ثابتون ومسلحون. وفي الوسط رجل مكبل اليدين وجهه مخفي. هذه الصورة ليست مشهدا تمثيليا، إنها انعكاس لواقع تواجهه الجزائر كل يوم. واقع معركة لا هوادة فيها ضد شبكات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. نحن في وهران وتبسة، ولايتان استراتيجيتان، منطقتان تحت الضغط، جبهتان في حرب واحدة. في نهاية عام 2025 نفذت الفرق العملياتية للجمارك الجزائرية عمليتين منفصلتين لكن منسقتين تماما تحت إشراف مفتشية الجمارك الخارجية لوهران وبئر العاتر في ولاية تبسة. عمليات تم التحضير لها واستهدافها وتنفيذها بأسلوب واحترافية. لم يترك أي شيء للصدفة، بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني ومصالح الأمن. تآزر مميز لاستراتيجية الجزائر بمكافحة الآفات العابرة للحدود. النتيجة: تم حجز أكثر من 533 كبسولة من المؤثرات العقلية من البريغابالين بتركيز 300 ملغرام، كمية هائلة تكفي لتغذية شبكات كاملة من الاستهلاك غير القانوني وتدمير الأرواح وتفكيك الأسر وزعزعة استقرار أحياء بأكملها. يضاف إلى ذلك 158 كيلوغراما من الكيف المعالج، وهو راتنج القنب الهندي المعبأ بعناية الجاهز للترويج. مخدر رغم ما يبدو عليه من انتشار عادي، يشكل بوابة للدخول إلى أشكال أكثر قسوة من الإدمان والجريمة. لكن هذا ليس كل شيء. كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 281 ألف دينار جزائري نقدا، وهو العائد المباشر لهذه الأنشطة غير المشروعة. مبلغ يذكرنا بأنه خلف المخدرات يوجد دائما المال، وخلف المال هناك شبكات منظمة ومهيكلة ترتبط أحيانا بمصالح أوسع بكثير مما نتخيل. تم حجز 4 مركبات سياحية، سيارات تبدو عادية من الخارج لكنها حولت إلى أدوات للتهريب. وسائل لوجستية استخدمت لتجاوز نقاط التفتيش وعبور محاور حساسة ونقل الموت بصمت. وأخيرا تم توقيف 4 أشخاص، 4 حلقات بسلسلة إجرامية قدموا للسلطات القضائية المختصة، حيث التحقيقات جارية، لأن كل توقيف يفتح بابا نحو تشعبات وتواطؤات ومسارات أخرى. هذه الأرقام إذا نظرنا إليها منفصلة قد تبدو مجردة، لكن بجمعها معا ترسم واقعا مقلقا، واقع محاولة دائمة لإغراق التراب الوطني بمواد خطيرة. البريغابالين على وجه الخصوص أصبحت آفة صامتة بالسنوات الأخيرة. بعد تحويلها عن استخدامها الطبي أصبحت تتداول في الشوارع والمؤسسات التعليمية والأحياء الشعبية، تدمر ببطء ولكن بعمق، تخدر الأجساد والضمائر. في مواجهة ذلك اختارت الدولة الجزائرية ألا تتراجع. في وهران كما في تبسة ليست هذه العمليات ضربات معزولة، بل تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتأمين التراب وحماية الصحة العامة والدفاع عن الشباب الجزائري. الحدود تمثل رهانا كبيرا. تبسة بحكم موقعها الجغرافي تعد نقطة عبور حساسة. وهران بحيويتها الاقتصادية وانفتاحها البحري تعد هدفا مفضلا للشبكات. المهربون يعلمون ذلك وقوات الأمن كذلك. لهذا السبب فإن الرد حازم واضح ومعلن. هذا النوع من الحملات الأمنية يبعث برسالة واضحة: الأراضي الجزائرية ليست منطقة خارجة عن القانون. المؤسسات تراقب والرد مستمر ودائم. في سياق إقليمي يتسم بتفشي التهريب تعزز الجزائر آلياتها وتحدث أساليبها، وتعتمد على التنسيق بين مختلف الأجهزة: الجمارك، الجيش الوطني، الدرك، الأمن الداخلي. جميع هذه الجهات مترابطة، وهذه المعركة تتجاوز ضبط المخدرات.
الأمر يتعلق بالحفاظ على التوازن الاجتماعي وحماية جيل كامل ومنع أحياء بأكملها من الوقوع تحت سيطرة الإدمان والاقتصاد الإجرامي، لأن كل كبسولة يتم ضبطها تعني تجنب حالة إدمان، وكل كيلوغرام يتم اعتراضه قد ينقذ مسار حياة شخص ما، وكل شبكة يتم تفكيكها هي انتصار صامت. لكن المعركة مستمرة. المؤثرات العقلية، القنب، الشبكات، إنها حرب غير مرئية من أجل الأمن الوطني. وراء كل عملية لمكافحة المخدرات هناك واقع أوسع وأكثر تعقيدا، وغالبا ما يكون غير مرئي لعامة الناس. ضبط المؤثرات العقلية والقنب في وهران وتبسة ليس مجرد خبر عابر، بل هو كاشف لحرب خفية يومية ومنهجية، حرب لا يرتدي فيها الأعداء زيا عسكريا، حرب تكون فيها الأسلحة كيميائية ومالية ولوجستية، حرب تستهدف العقول قبل الأجساد. المخدرات ليست أبدا ظاهرة معزولة، بل تندرج ضمن نظام بيئي إجرامي تتقاطع فيه التهريب وتبييض الأموال والفساد المحتمل واستغلال البؤس الاجتماعي. المؤثرات العقلية على وجه الخصوص أصبحت من الأدوات المفضلة لدى الشبكات، أقل حجما من المخدرات التقليدية وأسهل في الإخفاء، وغالبا ما يتم تحويلها عن مساراتها الصيدلانية، فهي تنتقل بسرعة وسرية وفعالية. البريغابالين هو المثال المثالي على ذلك. في الأصل هو دواء، أما اليوم فهو مخدر يباع في الشوارع. استخدامه غير المشروع يسبب الإدمان واضطرابات عصبية وتفككا اجتماعيا وعنفا، وهي تؤثر على فئة عمرية أصغر فأصغر، تبدأ في الهامش ثم تتقدم نحو المركز، وهذه هي الظاهرة التي تسعى السلطات الجزائرية إلى وقفها، وتندرج العمليات التي نفذت في وهران وتبسة ضمن هذا الإطار. الضرب عند المصدر، كسر سلسلة الإمداد وتجفيف قنوات التمويل. مصادرة المركبات ليست أمرا عابرا، وهي تظهر أن الدولة لم تعد تكتفي بمصادرة البضائع فقط، بل تعطل الوسائل وتعرقل حركة الشبكات وتزيد من تكاليفها التشغيلية. وبالمثل فإن مصادرة الأموال النقدية تهدف إلى قطع شريان الحرب، فبدون مال لا يوجد تجنيد ولا نقل ولا إمكانية للفساد. أما الاعتقالات فهي نقطة انطلاق لعمل قضائي معمق، تحديد الممولين، تتبع شبكات التهريب، فهم المسارات، واكتشاف المتواطئين. إنه عمل طويل هادئ لكنه أساسي. التنسيق بين الجمارك والجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني أصبح اليوم أحد ركائز هذه الاستراتيجية، فهو يتيح تبادل المعلومات الاستخباراتية واستباق التحركات وتوجيه الضربات في الوقت المناسب. هذا التعاون ليس عشوائيا، بل هو ثمرة سنوات من الخبرة والتكيف ورفع الكفاءات في مواجهة شبكات تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، لأن المهربين يتطورون، يغيرون طرقهم، يغيرون أساليبهم، ويغيرون وجوههم. لكن الدولة أيضا تتطور. لقد جعلت الجزائر من مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أولوية للأمن الوطني، ليس من باب الاستعراض بل بدافع الضرورة. العواقب الاجتماعية ثقيلة لا يمكن تجاهلها، التكاليف البشرية مرتفعة، والأضرار للتماسك الاجتماعي عميقة. في وهران وفي تبسة كما في أماكن أخرى تعزز كل عملية ناجحة ثقة المواطنين في مؤسساتهم. تذكر القانون موجود ومطبق ويحمي. هذه المعركة لن تحسم في يوم، ولن تحسم بالشعارات، بل ستحسم بالثبات واليقظة والحزم. الحملات الأمنية في ديسمبر 2025 مرحلة ودليل وإشارة موجهة للشبكة: أنتم تحت المراقبة. إشارة موجهة السكان، الدولة تتحرك. وإشارة موجهة إلى الشباب: مستقبلكم هو خط أحمر، وطالما أن هذا الخط مهدد ستواصل قوات الأمن الجزائرية العمل في الخفاء إذا لزم الأمر، ولكن بعزم وإصرار. الأمر يتعلق بالحفاظ على التوازن الاجتماعي وحماية جيل كامل، ومنع أحياء بأكملها من الوقوع تحت سيطرة الإدمان والاقتصاد الإجرامي، لأن كل كبسولة يتم ضبطها تعني تجنب حالة إدمان، وكل كيلوغرام يتم اعتراضه قد ينقذ مسار حياة، وكل شبكة يتم تفكيكها هي انتصار صامت. لكن المعركة مستمرة.